مبارك. نشرف الآن بالاستماع إلى الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لأعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى نفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة مجلس الشورى. استعين الله سبحانه أن يبارك في الجهود ويجعلها خالصة لوجه الكريم، شاكرين مجلسكم ما قام به من أعمال وما اتخذه من قرارات. لقد قامت دولتكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشرفت بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديها، وشهدت من تأسيسها لحمة وطنية شهد بها الجميع، واستمرت عاجلة على التطور عجلة التطور والنماء في وتيرة متصاعدة رغم التقلبات الاقتصادية والدولية. أيها الإخوة والأخوات، إدراك من حكومتكم أن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول، فقد واصلت اهتماماتها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، وفرت لها الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، ويأتي على تنظيم وجد دعما لرسالة التنمية. واستمرت المملكة في سياستها الخارجية على المبادئ الثابتة الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، الرامية إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، الساعي إلى توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية. وفي خطاب موزع عليكم استعراض لسياسة الدولة الداخلية والخارجية وما حققته من جدال. أسأل الله عز وجل أن يوفق جميعا لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.